ما ينبغي وكما ينبغي بالطريقة والأداء كما يقال. نعم، الحمد لله ما كانش إصابة هنا. الإيطالي كان دفعوا إيطاليا جاية أو طلب. تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي صباح الجمعة لنهائي سباق 800 مترا في ألعاب القوى لأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس. وفي محطة نصف النهائي تصدر سجاتي لائحة ترتيب الفوج الأول متفوقا على 7 عدائين آخرين بتوقيت قدره 1:4:8 جراما. وجاء في المركز الثاني البوتسواني ماسليلا تشيبيسو بتوقيت قدره 1:4:33 جراما. وأقيمت فعاليات نصف النهائي بصيغة 3 مجموعات تضم كل واحدة منها 8 عدائين. المجموعة الثالثة فقط ضم 9، وبعدها تأهل رائد ووصيف كل فوج فضلا عن أحسن عدائين 2 من ناحية التوقيت. ويخوض العداء جمال سجاتي نهائي سباق 800 مترا رفقة 7 متنافسين آخرين مساء هذا السبت. وبالمقابل أقصي العداء الجزائري الآخر محمد علي قواند بعد أن تذيل لائحة ترتيب الفوج الثاني في نصف نهائي سباق 800 مترا، وذلك بتوقيت قدره 1:4:56 جراما. وتظهر المنشورات الثلاثة المدرجة أدناه العدائين 8 الذين سينشطون نهائي سباق 800 مترا بينهم جمال سجاتي مع توقيت كل واحد منهم في نصف نهائي. بينما يبرز المنشور الرابع والأخير أفضل نتيجة شخصية وأحسن نتيجة في الموسم والترتيب العالمي لكل عداء.